الجيش علينا حق، وانت كده كده هتخش الجيش وتأدي الواجب اللي عليك، وتعالى بقى انا كمان أأدي الواجب اللي عليا واقول لك ايه حكاية مذهب الواجب. مذهب الواجب ده يا كبير هو المذهب الأخلاقي الأخير من بعد المذهب العقلي والنفعي والوضعي والضمير. ومذهب الواجب ده بتاع واحد اسمه كانت، واللي اتكلم معانا على إننا بنعمل الأخلاق علشان بنلزم نفسنا بيها. ومذهب الواجب عند كانت هو 3 مفاهيم أساسية: الإرادة الخيرة، والواجب أساس الأخلاق، والأخلاق استجابة لإملاء العقل. في يوم من الأيام أرسطو أسطورة اليونان خلص خدمته في الجيش وراح يعدي على أصحابه اللي ما شافهمش من زمان، وراحوا يصيفوا في جمصة. يسأل أرسطو واحد صاحبه ويقول له بتعرف تعوم يا اسطى؟ يقول له عيب عليك، ده أنا مولود في البحر الأحمر، وهوبا دبل كيك ينزلوا المية. وشوية صاحب أرسطو اللي قالك عيب عليك يفضل يزعق وينادي بأعلى صوت: الحقوني بغرق، الحقوني بغرق. يجري أرسطو ويقوم نازل واحدة هوب دبل كيك علشان ينقذ صاحبه من الغرق. وللأسف الشديد أرسطو بيحاول ينقذ صاحبه، وصاحبه عمال يعافر ويمسك فيه وكان هيغرقه، فأرسطو يجي يشد صاحبه لفوق، صاحبه ينزل لتحت ويغرق. هنا أرسطو بيمثل أول مفهوم من مفاهيم مذهب الواجب، وهو مفهوم الإرادة الخيرة. فالإرادة الخيرة هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن نتصورها في العالم بتاعنا هي خير على الإطلاق، إنك بتحاول تعمل الخير بغض النظر عن النتيجة إيه، المهم إنك بتحاول تعمل الخير. يعني أرسطو كان عنده إرادة خيرة. تاني مفهوم بقى قاله كانت هو إن الواجب أساس الأخلاق، والحكاية دي ممكن نلخصها في جملة، وهي إن نقيض الفعل يؤدي إلى انعدام الفعل. يعني أعمل إيه؟ طب يعني إيه الكلام ده؟ معناه إن نقيض الشيء يؤدي إلى فقدانه. أنا سمعتك، أعمل إيه بقى؟ والله يعني مثلا أنا عندي واحد صاحبي كذاب، صاحي نايم قاعد قايم عمال يكذب، ماشي يكذب على نفسه. أنا بقى علشان أخلي صاحبي يبطل كذب من وجهة نظر كانت أعمل عكس اللي صاحبي متوقعه. يعني مثلا هو بيكذب ومستنيين اسمعه، هوب دبل كيك ما اسمعوش، وبالتالي هيبطل يكذب. 3 الأخلاق استجابة لإملاء العقل، ودي معناها إن إحنا كبشر بنعرف إن اللي إحنا بنعمله ده خير أو شر من عقلنا وضميرنا. فممكن يبقى حرامي وبيسرق ويفضل يسرق، ونفس الحرامي ده تلاقيه مرة واحدة كده يقول لك خلاص أنا هتوب، أنا غلطت كتير وكفاية لحد كده. كده ال5 مذاهب أخلاقية خلصوا. وبما إننا بقالنا 7 حلقات بنتكلم عن الخير، قررنا في الحلقة الأخيرة إننا هنعمل الخير. تفتكروا إيه اللي هيحصل في الحلقة الأخيرة؟ هو الكرسي ده مكسور ولا ايه يا جماعة؟